سؤال جميل، سؤال جميل ما تنكرش. والله الموضوع تحس إن هو عايز قعدة مع النفس والذات. طب هُم ليه سمّوا الأرقام الفردية أرقام فردية، والأرقام الزوجية سموها أرقام زوجية؟ دي أسئلة وجودية كتيرة أوي. ليه فعلًا في عالم المحركات رقم 5 و7 و9 و11 مش مشهورين أوي؟ تعالَ نعكس السؤال، المحركات رقم 4 و6 8 12 مشهورين أوي. You are now witnessing pain, suffering, oppression, and of course injustice, but it's impossible for you to feel it. You are not in Gaza to experience these emotions. عشان ما تاخدش الموضوع على صدرك وتقول لي احمد على فكره في محركات 7 سلندر وموجوده فعلا. بنتكلم عن العربيات يا صاحبي، الله يكرمك الله يكرمك. بنتكلم عن العربيات. باين من اللوجو بتاع القناه لو ما خدتش بالك دي عربيه. مفيش اي عربيه اتعملت لحد يومنا هذا بمحرك 7 سلندر، وده ينقلنا على طول للاجابه. وراك يعني حاجه ومش فاضيلي، فالاجابه على طول هي البالانسنج بتاع المحرك. في حاجات كتير جدا بتحصل جوه محرك الاحتراق الداخلي وهو شغال، حاجات معمول حسابها بارقام وحسابات ومعادلات. عندك حرفيا في بساتم بيتعرضوا للاحتراق بشكل مباشر عشان يتحركوا فوق وتحت بشكل مستمر، وده بيفضل يحصل لحد ما انت تقرر انك تفصل المفتاح وتنزل من العربيه، او العربيه قطعت منك بنزين. يعني شوف انت بقى، البساتم دي موجوده وبتتحرك بالشكل ده عشان خاطر تلف الكرانك شافت اللي بطريقه توصيل معينه بينهم وبين بعض بيتم تحويل الطاقه الحركيه الخطيه لطاقه حركيه دائريه. كل الفرقه دي والاحداث اللي بتعملها بتخلق نوع من انواع الاهتزاز، وهنا المصنعين والمهندسين لازم يقفوا لحظه ويقللوا الاهتزاز ده بقدر الامكان، والا المحرك ده هيحول نفسه لقطع صغيره مع الوقت. موضوع كبير كبير. في الواقع يا صديقي الموضوع له حل اكيد، والحل ده في عمليه بيسميها المهندسين انجن بالانسنج. في محركات مفيش اي شركه في الدنيا تقدر تعملها من غير العمليه دي، وفي محركات تانية اتصنعت وهي اوريدي بالانسد بشكل طبيعي. طبعا محركات الستة سلندر هي خير مثال على اي محرك بالانسد في العالم، ده بسبب ان عدد سلندراتها 6. المحركات دي انت لو بصيت عليها من جوه وهي دايره هتلاحظ حاجه مهمه جدا، كل بستمين بيتحركوا مع بعض من كل نص في المحرك. يعني لو رتبت البساتم دي من 1 ل6 فهتلاحظ ان 1 و6 بيتحركوا مع بعض، و2 و5 مع بعض، و3 و4 مع بعض. احنا هنا لغينا حاجه اسمها البرايمري فورس. البرايمري فورس دي هي القوه اللي بتخلي البيستم يبقى عايز يكمل طريقه لفوق لما يوصل عند التوب ديد سنتر، او يكمل طريقه لتحت لما يوصل للبوتوم ديد سنتر. محركات الستة سلندر لو في بستمين في التوب ديد سنتر ففي بستمين تانيين بينزلوا لتحت، بستمين بيحاولوا يزقوا لفوق وبستمين تانيين بيحاولوا يزقوا لتحت. ده بيكنسل ده. السكندري فورس طبعا قصته قصه، وده لانه بسبب طريقه الربط ما بين البيستم والكرانك شافت سرعته في النص الاولاني من مشواره لتحت بتكون ابطا من النص التاني، وده بشكل سريع كده بيسبب اهتزاز اكتر. عشان المهندسين يعرفوا يلغوا حاجه زي دي، لو بصيت على الكرانك شافت من احد اطرافه، يعني مسكت الكرانك شافت ده كده وبصيت عليه كده، هتلاحظ ان الفرق ما بين كل بستمين حوالين محور الكرانك شافت هو 120 درجه. كده انت لغيت السكندري فورس، ده يخليها محركات سموث جدا وما تحتاجش اي قطع زياده عشان تلغي اي اهتزاز او اي رجه موجوده في المحرك اللي هي مش موجوده اصلا. على عكس بقى المحركات دي لو خدت نص عدد السلندرات وحطيتها وعملت منها محرك، يعني محرك 3 سلندر، هنا هتقابلك مشكله. اولا كل سلندر حرفيا بيتكفل بذاته، مش بيتحرك عشان يلغي قوه تانية معاكسه له. يعني انت عايز تطلع فوق خلاص اطلع، ربنا يقويك، شوف مين هيوقفك غير الكرانك شافت. واحد يجي يقول لي طب ما يبقى فيه اهتزاز، يعني ايه القضيه؟ مش فاهم. ارد عليك يا محترم يا متسرع، دي طاقه مفقوده. انا لو عندي هزه بتحصل او بتحرك الموتور كله، طب ما انا اولى بيها استخدمها. ليه الطاقه بتاعتي تضيع في هزه؟ ليه الهورس باور يترمي في هزه؟ يعني انا مركب المحرك عشان يرقصني ولا عشان يمشيني؟ ثانيا محركات الثلاث سلندر دي فيها فايرنج اوردر ساكت خالص. حرفيا المحركات دي وهي دايره ما بين كل سلندر والتاني في فتره طويله جدا عشان يحصل شراره من اي بوجيه، والفتره دي ليها حسبه معينه مش هبخل عليك بيها. ببساطه هتضرب عدد الاشواط اللي عندك في المحرك في 180 درجه، 180 درجه عشان كل شوط بياخد 180 درجه عشان يخش على الشوط اللي بعده، وتاخد الرقم اللي هيطلع معاك اللي هو هيبقى 720 على عدد السلندرات. يعني مثلا محرك الثلاثة سلندر بتاعنا عدد الاشواط اللي هو 4 ضرب 180 هيطلع لنا 720 على الثلاثة سلندر يطلع لنا 240. ده الفرق ما بين كل سلندر والتاني حوالين محور الكرانك شافت. لو خدنا الرقم ده وطرحناه من 180 هتقولي ازاي بس ازاي يا احمد نطرح رقم كبير من رقم صغير؟ هقولك بالظبط كده.
النتيجه هتطلع معانا بالسالب. سالب 60 دي معناها ان مفيش اي بوجيه بيدي اي شراره لمده 60 درجه، بمعنى انه بعد ما شوط الاحتراق بيخلص واللي هو بيقعد 180 درجه، في 60 درجه بعدهم كمان بنفضل ساكتين، مفيش اي شراره من اي بوجيه موجود في المحرك لمده 60 درجه. ده يولد عندنا نوع من الهزات جديد اللي هو الصدمه. المحرك بيكون بيتباطأ مع الوقت مع ال 240 درجه دول لحد ما يقابل اول شراره بعدها، ونستنى 240 درجه تانيين وهكذا. الكرانك شافت بعد ال 240 درجه دول بيكون فقد جزء من الطاقه الحركيه بتاعته في الاحتكاك بينه وبين بقيه اجزاء المحرك، مش افيشنت خالص. لو حطيت بقى ال6 سلندر في الحسابات اللي طلعناها دي، 4 اشواط في 180 على عدد السلندرات اللي هم 6 سلندر، هيطلع لنا 120 درجه. وده الفرق ما بين كل بستمين حوالين محور الكرانك شافت، لانك عايز تلغي السكندري فورس اللي كانت بتحصل والبرايمري فورس كمان. نطرح بقى ال 120 من 180 يطلع لنا 60 درجه. ال 60 درجه دول يعتبروا اوفرلاب، يعني بعد 120 درجه بس من اول شراره بتحصل مع اول سلندر، في انفجار تاني هيحصل في سلندر تاني، وهكذا بعد 120 درجه تانيين لحد ما كل السلندرات تخلص شوط الحرق وتبدا دوره تانيه جديده. يجي في بالك دلوقتي رقم 7، رقم فردي 7 سلندرات. ما تسمعوش خالص في عالم العربيات مع انه موجود، بس تعالى نحطه في المعادله بتاعتنا عشان نعرف هو efficient ولا لا. الفرق بين كل سلندر والتاني 102.8. ايه الرقم ده اصلا يعني؟ بوينت ليه؟ اوفرلاب 77.1. يعني ايه؟ الو لو يعني مش فاهم برضو يعني ايه الرقم ده؟ ايه الرقم ده؟ بص، طالما انا اقدر احسبه يبقى تمام والله، يبقى اعرف اعمله، بس ده مش معناه ان انا يعني عشان بعرف اعمله يبقى يطلع عيني في التصنيع بتاعه، يعني خلاص كده يعني ده لو هيكلفني بحث وتطوير وفلوس ووقت يبقى بلاش منه، الا لو انا مش هنتج منه كميات كبيره. محرك الانلاين 7 خد بالك موجود، بس في الحاجات اللي بتحتاج RPM ثابته زي العبارات او سفن الشحن الكبيره. حاجه تانية تمنعنا اننا نحط انلاين 7 او انلاين 9 مثلا في العربيات هو ان الكرانك شافت كل ما زاد طوله او كل ما انت ضفت له بيستم زياده لازم يكون صلب اكتر عشان يعرف يستحمل الدوران المستمر والضغط المستمر اللي عليه ده. غير انه ميزه زي السلاسه او السموثنس بتاعه المحركات الانلاين 6 مش تبقى موجوده خالص، انت هتعيد صناعه محرك من اول وجديد. يمكن برضو احد الاسباب البديهيه جدا هو ان المحرك ده طويل. حط انهي عربيه ده اللي يستحمل 7 سلندر؟ زمان كانت محركات الفورمولا 1 كانت الفا روميو مثلا كانت بتحط انلاين 8 في عربيتها، بس بص على الكابوت طويل قد ايه عشان خاطر بس يساعد محرك محرك انلاين 8 سلندر. دلوقتي يا صديقي الصناعه تتجه الى الفورست اندكشن انجن، يعني التربو والسوبر تشارج بقوا بديل محترم جدا لاي فكره تانية زي انك تزود حجم الموتور، سواء انك هتزود سلندر او هتكبر في غرفه الاحتراق الموجوده اوريدي. الاثنين بيوصلوا لنفس النتيجه. هتحطهم فين؟ هتحط المحرك الكبير ده فين؟ انت ليه لازم. بس كده يا صديقي، دي كانت كل حاجه عندي للفيديو ده. اتمنى انك تكون استمتعت فعلا بالفيديو وانك استفدت حاجه جديده النهارده. ما تنسوش تقولوا لي طبعا ايه رايكم في النظام الجديد ده في التعليقات. ما تنساش تقول رايك في الفيديو تحت في التعليقات، ولو انت جديد هنا تشترك تحت في القناه وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. هتلاقوا صفحتي على الفيس وجروب الفيس والانستجرام تحت في الديسكريبشن. ويلا سلام.